بعد أن وضع قدمه لدور المجموعات إثر تعادله السلبي بدون أهداف أمام فريق أول أغسطس الأنغولي في مباراة الذهاب، والتي كانت في أنغولا. الهلال يأمل في تقديم أداء جيد أمام بريمور دي أوجستو الأنغولي عندما يلتقيان في مباراة الإياب في يوم الأحد القادم. فما التشكيلة المتوقعة للهلال بقيادة مدربه فلوران إيبينجي؟ قبل ما نبدأ في الحلقة ندعوكم إذا كنتم غير مشتركين للاشتراك وتفعيل الجرس والضغط على زر اللايك. ومن المتوقع أن يلعب الهلال بتشكيلة 4-3-3A، وهذه التشكيلة تعتمد على صانع اللعب، وهي تشكيلة هجومية. والهلال يمتلك 5 حراس مرمى وهم أبو عشرين وفوفانا ومحمد النور أبوجة ومحمد مدني والحارس عمر يوسف، ولكن لم يتم استدعائه لهذه المباراة. ومن المتوقع أن يكون أبو عشرين حارسا لهذه المباراة، وذلك على حسب اختيارات إيبينجي. ومن خلال قراءاته تبين أن الهلال العام الماضي لعب الوديات والأدوار التمهيدية في أبطال أفريقيا بالحارس فوفانا، وجهز أبو عشرين لدور المجموعات، ولكن حدثت أخطاء لأبو عشرين في دور المجموعات، فلذلك فلوران يستخدم أبو عشرين للوديات والأدوار التمهيدية لهذا العام وفوفانا لدور المجموعات، وذلك حسب آراء مراقبين ومختصين في هذا الدور. وفي قلب الدفاع الهلال يدخل اللقاء بهذه الخيارات: السنغالي عثمان ديوف وطيب عبد الرازق ومحمد أحمد إيرينغ واللاعب الشاب أحمد يحيى، ولكن سيختار فلوران محمد أحمد إيرينغ وعثمان ديوف كقلبي دفاع لهذه المباراة حسب تشكيلة الهلال الأخيرة. أما في خانة الظهير الأيمن يشغل كل من الكنغولي ستيفن إيبولا واللاعب موفق صديق، والذي بدأ التعافي من الإصابة ويدخل في برنامج تأهيلي ليكون جاهز في مباريات الهلال القادمة، بالإضافة للاعب الشاب مروان رجب. ولكن فلوران سيختار ستيفن إيبولا نسبة لجاهزيته لهذه المباراة، ولأنه يجيد التمركز ويساعد في بناء الهجمة، ويمتاز أيضا بالسرعة وكذلك القيام بالأدوار الدفاعية، وله خبرة جيدة رغم صغر سنه، لأنه شارك في عدة مسابقات إقليمية ولعب مع منتخبات بلاده السنية المختلفة. أما في خانة الظهير الأيسر تشمل كل من فارس عبد الله بالإضافة للاعب عصمت عبد الحميد لاعب شباب الهلال، واللاعب المتميز الموريتاني خادم دياو، والذي يعد من أفضل المدافعين بمنتخب المرابطون، لاعب حوري السابق والذي تألق في مباراة الذهاب مع الهلال أمام أول أغسطس الأنغولي وأنقذ مرمى الهلال من عدة هجمات. في خط الوسط الهلال يمتلك عدة لاعبين، ولكن فلوران يعتمد على هؤلاء اللاعبين في خانة الوسط. منهم في الوسط الحر يعتمد الكنغولي منذ قيادته للهلال على أبو عاقلة وبوغبا والعاجي كلوس سينغوني. أما في الارتكاز يعتمد فلوران على صلاح عادل وعماد الصيني. وفي مركز الوسط الهجومي يعتمد على ديفيد أباغنا المحترف الغاني، والذي اعتمد عليه الهلال في دور المجموعات في العام الماضي، بالإضافة للاعب عبد الرؤوف. وبحسب تشكيلة الهلال في آخر مباريات ودية ومباراة الذهاب مباراة أول أغسطس السابقة سيختار فلوران صلاح عادل وبوغبا في خانة الوسط الحر، ورغم امتلاك الهلال لصانع ألعاب مثل عبد الرؤوف أو ديفيد أباغنا، فلوران ما زال متمسك باختيار أبو عاقلة أو لاعب وسط آخر في هذا المركز، ولكن حسب مباريات الهلال السابقة سيكون أبو عاقلة في مقدمة خط الوسط خلف المهاجمين كلاعب وسط مهاجم. وفي خط المقدمة خط الهجوم بشقيه الثلاث الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم الصريح يعتمد فلوران على 6 لاعبين، وهم الغربال وباص السيدو وبابي عبدو والبر كونغواندا وجون مانو وياسر مزمل. ومن المؤكد حسب خطة فلوران أن يقود هجوم الهلال محمد عبد الرحمن الغربال قائد الفريق والمهاجم الصريح لهذه المباراة، وفي الجناح الأيمن سيختار ياسر مزمل، وبابي عبدو سيكون في خانة الجناح الأيسر. أما قائمة البدلاء الذين سيعتمد عليهم فلوران هم في حراسة المرمى فوفانا في حال حدوث شيء مفاجئ، أحمد يحيى وطيب عبد الرازق في خانة قلب الدفاع، سيكون واحد منهم بديل مناسب لهذا اللقاء في هذه الخانة، بالإضافة لفارس عبد الله ظهير أيسر، وعماد الصيني وعبد الرؤوف بدلاء خط الوسط، ومعهم ألبر كونغواندا كصانع ألعاب وأيضا يلعب في خانة الجناح.
وجون مانو وباسط سيدو وأنا السعيد خيارات هجومية في دكة الهلال سيستفيد منها فلوران في مباراة الإياب. نشكركم على المشاهدة وندعوكم للاشتراك وتفعيل الجرس، والسلام عليكم.